وهنعمل مع بعض بقى صينيه الرقاق الجميله دي، صينيه صغيره كده وبسيطه خفيفه كده. خلاص جبنا الصينيه بتاعتنا اللي احنا هنعمل فيها الرقاق، وحطينا كده معلقتين من السمنه، وطبعا احنا طافيين عليها البوتاجاز، لكن الشوربه احنا مولعين البوتاجاز ومهدينه خالص علشان نسقي الرقاق بتاعنا. بنحط واحده واحده من الرقاق، بنسقيها الاول بالشوربه، وبعد كده بنحطها ونحط عليها معلقتين كده من السمنه، ولحد ما نعمل حوالي 3 وحدات من الرقاق، ونبتدي نحط الحشوه بتاعتنا اللي هي اللحمه المفرومه في الفوق في النص، اللي هي بقى ايه، بنجيب لحمه مفرومه وبنجيب بصلايه كده او بصلتين حلوين على حسب بقى كميه اللحمه المفرومه اللي انت هتعصجيها. يعني مثلا انت هتجيبي ربع كيلو من اللحمه المفرومه، هتحطي عليه ربع كيلو من البصل وتبشريه، وتبتدي تحطيهم على بعض كده وتحطيهم على النار لحد ما لون اللحمه بتاعتك يتغير. تبتدي تضيفي بقى الملح والفلفل واي توابل انت بتحبيها او بتفضليها. انا عن نفسي في اللحمه المعصجه دي ما بحبش احط غير ملح وفلفل اسود. خلاص كده، والبصل، وبنقلبهم لحد ما اللحمه تستوي معانا وخلاص، ويبقى كده خلص العصاق بتاعنا. نبتدي نضيفه لاي حشوه من الحشوات، رقاق او جلاش، او لو هتعملي مكرونه بالبشاميل بيبقى في منتهى الجمال. خلاص كده انا هنا صينيه الرقاق بتاعتي عباره عن 6 وحدات، بحط 3 في الاول، وبحط الحشوه اللحمه المفرومه، وبرجع احط 3 تانيين. انا كده خلاص خلصت، وهبتدي بقى انقلها على العين الكبيره ديت بتاعت البوتاجاز، واوطي عليها، وابتدي بقى ما اسيبهاش، خليني كده جنبها علشان ما تشيطش مني ولا تتحرق. زي ما انتم شايفين انا بولع عليها العين التانية، وخلاص دخلت الصينيه بتاعتي، وهبتدي بقى اقف جنبها كده، وكل شويه الف كده الصينيه بتاعتي علشان تاخد كل الجناب تاخد نفس اللون ونفس القرمشه. لو انت بقى طبعا حابه ان هي تكون مقرمشه، بعد ما تخلصيها ما تغطيهاش، لكن انا هغطيها علشان انا عايزاها تبقى طريه. انا هنا غطيتها اثناء السوا، لسه بقى اما تخلص خالص هبتدي اغطيها علشان تبقى طريه معايا وتبقى زي الفطير كده وتبقى جميله. لو انت حباها مقرمشه وناشفه سيبيها ما تغطيهاش بعد ما تستوي. كل شويه كده ترفعي كده وتبصي لحد ما تتاكدي ان الجناب كلها خدت نفس اللون، والرقاقه كده من تحت كلها خدت نفس اللون كده، كلها محمره كده ومقرمشه، وتهزي كده. اول ما تحسي ان الرقاق يعني بيشخشخ معاكي كده وبيتحرك في الصينيه، تعرفي ان هي كده خلاص خدت لون وبقت زي الفل. هنقلبها بقى ونرجع نحط حبة سمنة كمان، وبعد كده ننزل بالرقاق على الوش التاني عشان ياخد نفس اللون. اهو زي ما انت شايفة الصينية طالعة في منتهى الجمال. شايفة اللون عامل ازاي، من غير فرن ومن غير اي حاجة ولا تعب. انا عن نفسي بحب اعمل الكنافة كده، وبحب كمان اعمل الرقاق كده زي ما انتم شايفين بالشكل ده. دي طريقة امي وطريقة ستي اللي انا شفتهم بيعملوها كده وحبيتها، والطعم كده يعني بفضله، بيبقى حلو جدا وبيبقى جميل. وزي ما قلت لك عايزه تغطيها عشان تبقى طريه معاكي غطيها، مش عايزه تسيبيها كده مقرمشه، براحتك بقى على حسب الطعم اللي بتحبيه واللي يريحك. خلاص كده خدت الوش من الناحيه التانية اهي، اهو شلتها من على البوتاجاز، وهبتدي بقى اغطيها علشان تبقى طريه معايا.